صباح الانوار، اهلا بيك في الدرس رقم 1 مفتاح كتالوني. طبعا بالدي 4 يرد هو بالنايت اف 6، وعلى فكره ممكن يرد بالدي 5 عادي جدا. العب انا ساعتها سي 4، ولعله ممكن يلعب الاي 6 ويدخل في كوينز جامبت ديكلايند. ساعتها انا العب على طول الجي 3، هو يطور النايت بتاعه وانا البيشوب. يعني هذا الشكل ممكن نصل له بهذا الشكل او من النقلات التقليديه اللي خدناها في المقدمه. العب السي 4، يلعب هو الاي 6، العب الاول الجي 3 عشان افنكت البيشوب. هذا الامر شائع، ولكن طبعا الافتتاح الكتروني زي اي افتتاح في الشطرنج ما بيتلعبش ضد اي حاجه. يعني مثلا بلعب انا الدي 4، رد الراجل عليا بالسي 5، دخلنا في اولد بينوني، لازم اقدم. وعندك بقى سلسله عن الاولد بينوني والبينوني الحديث والتشيك بينوني، بقى ارجع لها اتفرج عليها واستمتع بيها. برضو لو انا بلعب وهو لعب في حاجه اسمها انجلاند جامبت، برضو كده هو باظ الدنيا. لو كوينز جامبت اكسبتد، برضو مش هعرف العب الكتالوني. طيب هنرجع للحاجات اللي في الحالات اللي مش هينفع نلعب فيها الكتالوني، وهنشوف الخطوط، يعني نبقى حافظين كده خط او اتنين نتعامل بيهم، ولكن دي خليها بقى في الاخر خالص. تعالى النهارده نكمل في الدرس رقم 1 عندنا النايت اف 6. بلعب السي 4، يلعب الاي 6، جي 3 عايز افنكت البيشوب، يلعب هو على طول الدي 5 افنكت البيشوب بتاعي. وهنا قلنا في قدامه خيار من خيارين، يا الكتالوني المغلق بيبدأ بالبيشوب اي 7، وغطيناه اهم تفريعاته في الدرس رقم 1 اللي هو بتاع المقدمه، في الانترودكشن يعني في المقدمه. طيب، او ياكل ويدخل في النوع الثاني من الكتالوني وهو الكتالوني المفتوح. تمام. لو اكل قلنا انا عندي طموح العب الاي 4 وبعد كده استعيد البيدق. ساعتها بطور النايت بتاعي وعايز ابيت. وفي الدرس برضو بتاع المقدمه خدنا اهم نقله الاي 6 وغطيناها. النهارده معانا نقله تانية بقى، النايت سي 6، وتعالى نشوف ايه اهم افكارها. مبدئيا النايت سي 6 هو ضاغط على البيدق بتاعي دي عندي بالنايت وبالوزير، هو ستيل محمي بالنايت وستيل محمي بالوزير، بس انا عايز اجيب الوزير بتاعي للاي 4. ليه؟ عايز اربط النايت، عايز اسعيد البيدق. طب الراجل هيعمل ايه؟ النقله الاكثر شيوعا، عنده نقلات تانية هنغطيها كلها، ولكن تعال نشوف النقله الاهم الاول. بيشوب بي 4 كش يا استاذ. غطينا الكش، وفي لك انا مهدده بوزيري وبالنايت بتاعي. يقول لي بسيط، حميته بجزء الحصينه بتوعي. كلت. يقول لي انا استعدت وحاطط النايت بتاعي في مكان حلو في معسكرك، هبيت. يقول لي انا هجيب الرخ الاول تدعم او تمسك الفايل بتاع البي، هطور النايت بتاعي. انا عايز ايه من هذه الحركه؟ الراجل يبيت. وزيري عايز اخد بيه البداء بتاع السي، يلعب البي 6، عايز يفتح البيشوب ويطوره، لا بأس. استعيد البيدق بالوزير. ينفع استعيده بالنايت لو عايز اخسر الحصان بتاعي، لانه هيجي بهذا الشكل، وزيري هيضطر يروح المربع الوحيد المتاح لي وهخسر انا النايت بتاعي. ولذلك انا مش هستعيد بالنايت، لكن هستعيد بالايه؟ بالوزير. الاستاذ يطور البيشوب بتاعه، اغطي بالنايت بتاعي، ينزل بوزيره بهذا الشكل. يعني ممكن لما تتطور باي شكل من الاشكال بقى. تعالى نتخيل ان دي بس دي النقله الاكثر شيوعا، اتلعبت فيها ماتشات كتير الحقيقه. لما انا اكل بيستعيد بالنايت، بدعم الحصان بتاعي، النايت بتاعه بيدور له على مكان افضل، لا بأس. النايت بتاعي اطوره بهذا الشكل، الرخ بتاعته اكل بيدق، ينزل بالنايت بتاعه، عايز ياخد البيدق بتاع الدي، لا بأس. اضغط على البيدق بتاع السي عنده، ياخد بيدق، اخد بيدق، ياكل. اجيب الرخين يمسكوا هذا الفايل بتاع السي، يزيح على النايت، شيلنا النايت. النايت بتاعنا بقى محمي ب 100 قطعه الحقيقه، بالحصان التاني وبالبيشوب وبالرخين، لعله يكسر بهذا الشكل. وده كان التفريع الاهم والاكثر شيوعا. تعال نرجع للبدايه وناخد تفريع اخر. حقنا ولا مش حقنا؟ اقول لك حقنا. نعيد نقلاتنا بسرعه. وبعد ما الراجل بياكل اطور النايت، بيطور النايت، طلعت بوزيري. كل اللي فات حصل امتى؟ بيشوب بي 4 وكش. طيب هل الراجل عنده نقله تانية؟ يجي بالحصان بتاعه هنا، عايز ايه منها يا عم؟ اديني البدء مبدئيا لما اشوف انت عايز ايه. يقول لي عايز اجيب النايتين بتوعي في جناح الوزير، مهدد وزيرك. سحبنا الوزير يا سيدي. يلعب الاي 5، بتضحي بدء،
خدناه يا سيدي. هتعمل انت ايه؟ هنزل الاول بهدد الوزير، سحبناه يا سيدي، ولسه باصين على البيدق برضو. ياكل اكسر؟ لا مش في مصلحتي، مبيت الاول انا ورايا ايه. لما انت تكسر استعيد بالنايت وطورت قطعه. حلو جميل. طيب ده كان تفريح عشان هنا ايه افكار. طبعا فتحت الانجن، الوضع فيه تفوق طفيف لينا في هذا الشكل. نرجع من البدايه، عيد لي بقى الدنيا تاني. بعد ما كذا احنا قلنا كل ده، شفنا الوزير في الجزء الاول، شفنا ديت ايه ده، ايه اللي حصل؟ معلش نعيد تاني مفيش حاجه عادي. ايه اللي حصل؟ الوزير بيطلع، قلنا في الجزء الاول شفنا البيشوب، وبعدين شفنا هذا النايت. طيب اديني تفريح تاني مش شائع قوي. ايه هو؟ بيشوب دي 7 من الاخر، عايز يناول بالبيشوب، عايز يحطه في مكان افضل. عينه بتروح على المربع السي 6 على طول، يبقى في وش الملك بتاعنا. وفي وش البيشوب بتاعنا. البيشوب بتاعنا الكتالوني ده عايز هو يتحداه. طيب يا عم، طبعا لو نط بنايت في اي حته الوزير بتاعنا هيبقى في وش البيشوب بتاعه. اديني البيدق، لا بيشوب ولا غيره، انا عايز استعيد البيدق بتاعي. يهدد، رجعنا يلعب السي 5. عايز تاخد البيدق يا عم بتاع السنتر بتاعنا، هبات مش هضيع وقت. البيشوب بتاعه حطه بقى في الوتر ده في وش البيشوب بتاعنا. طورت النايت بتاعي، الاستاذ اكل، كلت بالنايت ومهدد البيشوب. يقول لي ولا مهدده ولا حاجه، خدت البيشوب الكتالوني بتاعك، الف هنا يا سيدي. النايت يجي، البيشوب بتاعه طوره، وزيره اجيب الرخ ورا الوزير، ينزل بالنايت مهدد البيشوب. ممكن انت بقى هو لو كسر سيادتك تاكل، كل بالبيدق ما تاكلش بالوزير، اللي هتدخل في لاين هينتج عنه تكسير. يعني هينتج هذا اللاين ان حضرتك معاك ايه، هو خد من حضرتك رخ بس انت خدت منه حصان وبدائين. لذلك بقولك ما تاكلش بالوزير، ولكن كل بالايه. لما هو ياكل كل انت حضرتك، لو هو فكر ياكل كل انت بالبيدق، ده هيبقى افضل لك، والنقله اللي بيرشحها الانجن. طيب هذا كان خطا اخر. تعال نرجع البدايه وناخد خط اخير برضو مش شائع. احنا قلنا بقى الخط الاكثر شيوعا اطلع بوزيري، الخط الاكثر شيوعا والاهم انه بيكش واحنا بنغطي. طب عايزين حاجات غير شائعه، خدنا النايت دي 7، خدنا البيشوب دي 7، في البيشوب دي 6. الراجل هيبيت على طول، انا ابيت هو يبيت، ماشي. اديني البدء بتاعي بقى. يلعب هو على طول، مش هسيب لك سنتر، انت خدت البيدق بس السنتر مش هتاخده الحقيقه. اطور النايت بتاعي، الاستاذ ياكل، استعيد بالنايت، ياكل، انا استعيد، الوزير بتاعه بيطوره، البيشوب بتاعي يضغط على النايت، الرخ بتاعتي تيجي ورا الوزير، البيشوب هيسقط. هيسقط ليه يا عم؟ نشيل ونهدد وزيرك. نشيل الوزير بتاعنا، بيدعم طبعا البيشوب بتاعه اللي كان هو بس مش متهدد ولا حاجه، ما كان كده كده الوزير بيدعمه يعني. الرخ لعلي بفكر اجوز الخاخ، دنيا لطيفه خالص. دي كانت اهم التفريعات اللي ممكن تشوفها في الدرس رقم 1. نرجع من البدايه. زي ما قلنا اهمهم اللي بيتلعب اكتر والاكثر منطقيه، ان لما حضرتك بتفكر تستعيد البيدق ينزل يديك هذه الكش، تغطي، يدعم النايت، يدعم بالبيشوب بتاعه بجوز الحصانه لانك كنت ضاغط عليه بالوزير والبيشوب. ده الخط الاهم، ولكن باقي الخطوط موجوده ومسجله بيها مباريات وماتشات وخطوط محترمه جدا. اتمنى تكون استمتعت واستفدت من الدرس بتاع النهارده. سبسكرايب لو مهتم تشوف باقي السلسله. اشوفك الحلقه الجايه على خير وسلام.